صلوا على الحبيب قلبك يطيب. من أجمل الحاجات في رمضان صلة الرحم والتجمعات العائلية على الفطار، بيتجمع فيها الأهل والأولاد والأحفاد. بمناسبة الأحفاد، تعالوا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاهم إيه قدام الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، يعني واحد على الناحية دي والتاني على الناحية التانية، وهو يلثم، هذا مرة وهذا مرة، يبوس ده مرة والتاني مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله إنك لتحبهما. فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يعني اللي يحبني يحب أحفادي. ونيجي إحنا بقى في اجتماعاتنا العائلية والعزومات نسمع البدع: البت بنتك دي مالها وحشت كده ليه؟ ده انت بقيتي كلك أمك. شفتوا ما شاء الله ابن عمكم جاب الدرجات النهائية في الإعدادية؟ مش الخيبة بتاعتكم؟ ولا لما العيلة كلها يتلموا على الطفل الحركي اللي بيتنطط ده؟ لا 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 لا، انت ابنك بقى حاجة صعبة جدا، ده بيضرب في العيال كلها، لازم توديه للدكتور. يا ولاد محدش يلعب معاه علشان يتعلم الأدب. يقوم الأب يسخن يروح ماسك الولد ضربه أو يهينه قدامه. ونيجي بعد كده نشتكي نقول هما الولاد ما بقوش اجتماعيين ليه وما بيرضوش يجوا العزومات العائلية. خلينا نفتكر دايما كلام سيدنا النبي ونرفع شعار: من أحبهم أحبني، وما نسمحش أبدا بالكلام السلبي على أولادنا حتى من أقرب الناس لينا. وفي موقف زي ده آخد الطفل على جنب واتكلم معاه ونتفق اتفاقات، ونتفق إنه لو كرر التصرف ده مرة تانية هنمشي فوراً.